في أحد الأحياء الشعبية في اليمن كان يعيش العم ناجي، رجل بسيط يشتغل بالأجر اليومي، يوم يحصل شغل ويوم يرجع للبيت بجيب فاضي ووجهه مليان تعب وهم. عنده 5 من الأولاد، 3 بنات وولدين، كلهم يتمنوا يرجعوا المدرسة هذه السنة، يلبسوا زي نظيف ويشيلوا شنط جديدة ويشتروا دفاتر وأقلام زيهم زي باقي أولاد الناس. قبل أسبوع علقت أصغر بناته لجين صورتها القديمة وهي لابسة المريول، وقالت له: بابا متى برجع المدرسة؟ أصحابي كلهم اشتروا شناطهم. لكنه ما كان معه حتى قيمة الغداء ذاك اليوم. جلس يحسبها براسي، الزي المدرسي لكل واحد أقل شيء 5000، الشنطة أرخص حاجة ب4000، الدفاتر والأقلام ما تكفي 3000، والمصيبة المدرسة تطلب 2000 ريال شهريا على كل طالب، يعني 10,000 كل شهر لأولاده ال5. ظل يحسب ودمعته تحاول تهرب من عينه. الراتب ما يوصل حتى 20,000، وأحيانا ما يشتغل إلا 3 أيام في الأسبوع. وفي الليل سمع بناته يتهامسن، وحدة قالت لأختها: لو ندرس إحنا 2 والباقي السنة الجاية، بابا ما بيقدر يجهزنا كلنا. ثاني يوم لبس العم ناجي ثوبه القديم وخرج من البيت شايل الهم فوق قلبه. راح يتسلف من أصحابه، صاحب البقالة من الجيران. كل ما حس بالحرج بلع حياؤه علشان أولاده ما يضيعوا. رجع البيت ومعه شنطة قديمة خيطها بيده لابنه الكبير، غسلها ورش عليها شوية عطر رخيص، واشترى دفاتر مستعملة وقلم لكل واحد. رغم الديون اللي زادت فوق ظهره قالها بثقة وهو يشوف أولاده: ما ورثت لكم ذهب، بس بخليكم تتعلموا ولو أبيع عظمي. خلف كل طالب رايح المدرسة يمكن في أب ساكت يتدين ويشتغل ويتعب بس علشان يشوف أولاده رافعين رؤوسهم. إلى كل مدير مدرسة وإلى كل جاري قادر ومعطاء، ليس كل ولي أمر قادر يدفع الرسوم، وليس كل طفل يملك شنطة جيدة أو زي نظيف. لكن وراء كل طالب بسيط أب مكافح، يمكن مديون، يمكن جائع، بس رافض يحرم أولاده من التعليم. فلا توقفوا الحلم عند بوابة المدرسة، ولا تردوا طالبا لأن أباه تأخر في دفع 1000 أو 2000. ساعدوا بصمت، خففوا الشروط، افتحوا باب المدرسة كما يفتح باب المسجد، فالعلم رحمة ومفتاح للكرامة وليس سلعة. ويا جيران الخير، رب طفل بجوار بيتكم يحتاج قلم أو دفتر أو شنطة، لا تنتظر يسأل، فوالده قد يكون يختنق من الحياة. ادعموا بقدر استطاعتكم، فربما كان هذا الطفل يوما طبيبا يعالجكم، أو معلما يعلم أبنائكم، أو إنسانا يرد لكم المعروف أضعافا.